يا عبد الحكيم كفاية، دول قتلوا عيالك الاتنين وحرقوا لك البيت، قول لهم مكان الفلوس فيه. اسمع يا عبد الحكيم، أنا خلاص حاسس إن ساعاتي قربت. أنا عايز أقول لك وصية تبقى سر ما بيني وبينك يا صاحبي. يا صاحبي ما تشيلنيش حمل يكون تقيل على كتافي. عارف إنه تقيل يا عبد الحكيم، بس الحمول التقيلة لها الرجالة اللي تشيل. قول يا صاحبي، وصيتك سر، والأسرار عند الرجال بيوت عالية ومفاتيح بيبانها ضايعة. انت عارف إن اخواتي طماعين وما يملاش عينهم غير التراب، عارف. وعلشان خاطر خايف على أولادي منهم بعت كل ما أملك وحطيته في شنطة ودفنته تحت الشجرة لما نقعد تحتيها طول عمري. ودي وصيتي ليك يا عبد الحكيم، تطلع الشنطة وتديها لأولادي وتمشيهم من البلد خالص قبل ما اخواتي ياكلوهم. عواد إنا لله وإنا إليه راجعون. انت متاكد انه مات؟ متأكد يا اخويا، حتى الناس اللي كانت في الجنازة كانت بوش نعش عشان احنا ما كناش هناك. كانوا وشنا ما كانوش وشنا، اهم حاجه تجيب لي العيال دول هنا عشان امضيهم على كل حاجه. هيعنا العقل يا اخويا، مش كنا صبرنا حتى بعد ال40؟ انت اتجننت يا فرج، احنا لازم نحط ايدينا على ملاكه قبل العيال دي ما تتصرف في اي حاجه. مين اللي مرن عليك ده؟ ده رقم غريب. الحق يا خالة، ايه في ايه؟ عيال اخوك من بعد الجنازة هجوا من البلد كله. ما تقول ايه؟ زي ما سمعت. مين اخر واحد كان معاهم؟ عبد الحكيم الهواري. عبد الحكيم الهواري. عبد الحكيم. يا عبد الحكيم كفاية، دول قتلوا عيالك الاتنين وحرقوا لك البيت، قول لهم مكان الفلوس فيه. أنا قلت لكم 100 مرة أنا ما أعرفش حاجة عن الموضوع ده. ما هو لو انت ما تكلمش انا هاخد روحك بايدي. الأعمار بيد الله، ما ياخد الراح إلا اللي خالقها. يا راجل ما تتكلم، هتاخد ايه من سكوتك غير خرب بيتك؟ أخوكم مات وسره مات معاه. ما حدش كان مع اخونا قبل ما يموت غيرك، واكيد قال لك املاكه فين. اللي قاله لأخوكم سر، والأسرار عند الرجالة زي الشرف لازم تتصاع. تبيع بيتك وعيالك عشان كم كلمه خرب بيها الراجل قبل ما يموت. يا ولد عمي كفاية، اشتريني واشتري نفسك وقول لهم الفلوس فيه. السر متصان، واخدني على فين يا عم عبد الحكيم؟ هتعرفوا كل حاجة لما نوصل. طب مش تعرفنا طبعا مع الحكيم. يا ولد يلا منك ليه، الوقت مش ملكنا. ابحثوا هنا وطلعوا سر ابوكم. سر ابونا؟ ايوه يا ولدي، عشان تفكوا الدين اللي في رقبتي. وده انا ده اللي هتفكها مع الحكيم. اسمع يا ولد انت وهو، ابوكم قبل ما يموت باع كل ما يملك وحطه في شنطة ودفنه تحت الشجرة دي. ابويا يعمل حاجه زي كده ليه يا عم عبد الحكيم؟ المرحوم ابوكم كان عارف ان امامكم طمعانين فيكم. خد امانتكم وسيبوا البلد وامشي، امامكم هياكلوكم. خد امانتكم وتوكل على الله. عم عبد الحكيم، عمري ما هننسى لك اللي انت حفظت سر ابونا. بحفظ الله يا ولدي، والامانه وصلت لصاحبها. انت كده ما تحكم على نفسك بالموت. حفظ الكرامه قيمه والرجال اسرار. فرج ريح.